عمركم عملتوا فراخ مشوية من غير فرن؟ انا هعمل لكم الفراخ المشوية الجميلة دي من غير فرن. اول حاجة جبت بصل وملح وفلفل وجنزبيل وطماطم وضربتهم مع بعض في الكبة كويس. جبت بقى وراك فراخ وخليتها تماما من العظم. ممكن تخلي بتاع الفراخ هو اللي يعملك الخطوة دي. بعد كده تبلتها بالخليط اللي انا عملته ده كويس جدا وبيتها في التلاجة ليلة. تاني يوم اخدتها سخنت الجريل كويس وحطيت عليه زيت وبدأت ان انا اشوح في الفراخ دي، حطيتها على جنب. لازم تكون النار عالية جدا في اول ما انزل الفراخ علشان ما تنزلش المية بتاعتها وتفضل طرية من جوه. وبعد كده لما بحس ان هي خلاص اخدت لون من تحت ببدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم البصل والخلطه اللي نزلت منها دي انا شلتها بالمعلقه علشان ما تتحرقش في الجريل وتأثر على طعم الفراخ. بعد كده جبت معلقه من الصويا صوص، معلقه من الباربيكيو صوص، ومعلقه من العسل الابيض. كمان حطيت عليهم رشه من الثوم البودره وكمان رشه من الزعتر. قلبت الخليط ده كده مع بعض. بعد كده بقى ههدي خالص النار على الفراخ، يعني على اهدى حاجة، وهبدأ ان انا ادهن الفراخ من الناحية اللي فيها الجلد بالخليط اللي انا عملته ده. طبعا نقدر نغطي الجريل زي ما قلت لكم لو في غطا للجريل، لو ما فيش عادي. انا ما عملتهاش بغطا وهي علشان ما فيهاش عظم فهتستوي على طول. الحقيقة الفراخ دي انا كنت عاملاها علشان اعملها حمام كداب، وبعدين لقيت بتاع الفراخ مقطعها غلط، فقلت خلاص انا هعملها فراخ مشوية على الجريل. هبدأ بقى ان انا كل شوية كده اسيبها دقيقتين او 3 وبعدين اقلبها على الجنب التاني وادهنها بخليط الصويا والعسل اللي عملته. شايفين لونها خطير وكمان طالعة طرية جدا من جوه، لقيت ان انا قفلت المسام بتاعتها في الاول فاحتفظت بكل العصارة بتاعتها جوه الفراخ. بعد كده زودت بقى بصل، بحب البصل المشوي قوي مع الفراخ، وفلفل الوان برضو قطعته شرايح كده وشويته برضو في جنب وهي الفراخ بتتشوي. بعد كده جبت فحمة و حطيت عليها شوية زيت خليتها بقى تطلع الريحة وتطلع الريحة دي في الفراخ. عايزة اقول لكم الفراخ طالعة طعمها خطير جدا، ولا شغلت فرن ولا اي حاجة. طعمها طالعة زي الفراخ المشوية بالظبط اللي بتبقى على الفحم، وكمان طالعة طرية ومستوية للآخر لأن ما فيهاش عظم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسيف وتبعتوه لاصحابكم، ومتنسوش تعملوا متابعة للأكاونت بتاعي.